هذا هو حال بعض الطرق الحديثة الإنجاز بعد تدخلات إصلاح أو ربط بمختلف الشبكات، تدخلات مرخصة أحيانا وأخرى عشوائية. بارفوا تكون كاينه يكونوا كاينين دي سكون ابل دي لا ريميز اون ايتا، يعني اعاده الترميم، وبارفوا ما تكونش، وكي تكون كاينه يعني ما تكونش سويفون لي نورم تكنيك، يعني ما تكونش حسب المعايير التقنيه. لذا نرجو من السلطات الوصيه في هذا الشان اتخاذ الاجراءات اللازمه. بالرغم من وجود قوانين تحمي الملك العام في مادته 51 من قانون المالية لسنة 2009، إلا أن التطور الاجتماعي الحاصل دفع الوزارة الوصية إلى العمل على اتخاذ تدابير جديدة. هذا ما تطرق له السيد وزير الأشغال العمومية خلال تدخله مع نواب المجلس الشعبي الوطني، الذي نوه بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة من أجل الفرض كفالة حسن التنفيذ وإعادة الملك العمومي إلى حالته الأصلية على كل المتدخلين على مستوى الملك العمومي، لأن هذا التدابير الجديدة أصبحت ضرورة وضرورة ملحة جدا. لابد من اتخاذ عدة تدابير جديدة تواكب هذه التطورات للشبكات من أجل الحفاظ على الملك العمومي وإعادته إلى حالته الأصلية، وهذا ما تطرق إليه السيد الوزير الأشغال العمومية خلال الجلسة الأخيرة مع نواب البرلمان، حيث أكد أن الدائرة الوزارية تاعنا راح بصدد إعداد تدابير جديدة من أجل مواكبة هذا الحركية التي تشهدها التنمية في الجزائر تستدعي التنسيق بين كل القطاعات، خاصة في الشق المتعلق بإنجاز المشاريع وكذا التدابير البعدية للمساهمة في الحفاظ عليها.